السلام عليكم. أنا عادل مقدم الذكاء الاصطناعي بقناة صحراء. ناشلت الفنانة الموريتانية كارمي بنت أب جمهورها الواسع بحذف المقاطع المسروبة التي تم تداولها في الأيام الماضية، وأشارت في مقطع صوتي متداول على أن جمهورها محيطها هو أغلى ما تملك. نعرض لكم الآن وبشكل حصري ما قالته الفنانة الموريتانية ثم نعود. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انتم شحالكم؟ ياك لاباس؟ ياك الخير؟ المتكلمة كارمن متابة. اخترت الفوكار نعدلو لجمهوري ونعدلو لناس اللي تبقيني كاملة، اللي سالف الله يخليكم، اللي والناس اللي اتصلت عليا كاملة من كل بلد ومن كل دولة، ونختار ونقول لكم على اني اذا ما هو فاجئني منكم نهائيا بيا، اللي نعرف انكم تبارك الله تبقوني كاملين ولا تفقد حد، لا حد الصنا نعرفه ولا حد ما نعرفه. وفي الحقيقة والله إذا نعرفكم كاع كنتوا تبقوني غير ظهرت عزتكم حتى وقارة فيا، ولا نعرف كاع باش نهي كافركم. هذا اللي خلق طبيعي، الناس كاملة يخلق لها. أنا أنا كيف ما تعرفون وكيف ما تعرفوا كاملين كلكم عنده تلفون فيه خصوصياته. أنا عندي تلفون عندي من 2018 بيديروا له فيديو الخاوة ما هم جديد كاع. تلفون عندي قديمة ولامتها، وكانت عند حد وجا حد وقبض منها القابض، وعقب قاع اعترف وتوفوا له 4 أشهر ولا 5. عندهم الفيديوهات، اتصلوا علي يدوروا مبلغ مالي وقلت لهم على اني مستعدة ان نعطيه، وقالوا اني نشكي منهم ليصربوهم، وعقب كان الامر على ما اصيب. يعني شكيت وصربوا لي فيديوهات فيهم وحدين معدلتهم لزوجي وسيتو، وفيهم وحدين انا وصحباتي نضحكوا ونجوقوا. في الحقيقة والله ما خارج حد يبقي يمرق منه قاعد لا فيديو قاعد يعدل شيء أسوأ. هو شنو لا قاعد طارح قدامه معي فيش قال يعود في ذيك الحالة. ونعرفون ذاك اللي قدر مولانا قدر الله وما شاء فعل. نهاية هذا الخبر. لا انسوا بالاشتراك في القناة. إلى اللقاء.